تقريبا انا اخر واحده تعمل الترند اللي هو بتاع التيب ده، بس بجد انا شفت كميه الوان مش طبيعيه، فما كانش ينفع ابقى ميار فنون جميله وما ادخلش معاكم في الالوان دي. فبجد اسمحوا لي اعمل، وانا لما بتكلم بثقه كده بعك الدنيا، فربنا يستر. فاول حاجه هنعملها ان احنا هناخد التيب وهنلزقه على وشنا، ويا رب حواجبنا ما تتشالش. فهروح اشيل التيب او احط التيب واجيلكم. اوكي، وده كده بعد ما ركبت التيب. اوكي شكلي متخلف ومش عارفه ازاي اطلع لكم كده. ومناخيري علشان اظبط الخط ده انا حاطه فوقيها 3 تيب، يعني لازقه مناخيري لوحدها وموصله الحته دي كده وموصله الحته دي كده، عشان لما اجي اشيل التيب الخط ده يبقى مظبوط. يعني هنحاول بعد كده بقى لو مش مظبوط هنظبطه بالكونسيلر. المهم يلا بينا نبدا. دلوقتي كل الفيديوز اللي انا شفتها كانوا بيستخدموا فاونديشن فاتح او يكاد يكون بيست كده ابيض. فانا ما عنديش فاونديشن فاتح وما عنديش اللي هو الابيض اللي بيستخدموه ده، بس عندي من كريولان عندي اللون ده، اللون الفاتح ده. فكده ولا كده احنا احنا محتاجين بس بيز فاتح علشان الالوان تبان فاتحه. فهناخد اللون ده ونحطه على وشنا. هخلص واجيلكم. سلام قول من رب الرحيم. بجد بجد انا مش عارفه اقول ايه. دلوقتي انا هعمل الالوان اللي هي الرينبو. فهنختار بقى نطلع كل الكالر باليتس اللي عندنا. يعني دي الباليت اللي بتنقذني في اللحظات اللي زي دي، يعني فيها كل الالوان. فايه دي اللي هتنجزني في الحاله دي بقى. مش هينفع استخدم فرش ولا اي حاجه، انا عايزه حاجه تفرش. فهستخدم الباف سبونج. وهنبتدي بقى ايه، هنبدا باللون البيربل الغامق ده. هاخد كده، انا خايفه محتاجه مرايه. اوكي انا متفائل. بس السويت شيرت بتاع مهاب حرفيا هيتبهدل. جماعة بعد كده هاخد لون موف افتح عشان ادمج، فاهمين؟ هاخد بقى من الناحية التانية. لو حسيت ان في الوان يعني خفت هنا هرجع اعيد عليها تاني. هروح اظبط الدنيا واجيلكم. انا مش عارفه انا عملت ايه بجد، وده اللي انا وصلت له. حاسه ان انا بعوق. قلت لكم الثقه الزياده دي بتوديني داهيه. بس هنتراست ذا بروسيس وهنمشي ورا الدنيا عامله ازاي. طبعا في حاجات هنا عايزه تدمج، بس انا قلت احط الالوان والدمج بقى. هجيب فرشه صغيره وادمج كده ما بين كل لون ولون. بس احنا هن يعني كده هنمشي مع التيار للاخر. حاسه هنا في الحته دي عايزه احط لون فوشيا، ما تسالونيش ليه، بس انا عايزه اعمل كده. فسيبوني هروح اعمل واجيلكم. وده كده اللي انا اتوصلت له. مش هعرف ادمج اكتر من كده، عشان حسيت ان انا لما بدمج الالوان بتديني يعني لما بدمج مثلا الاصفر مع الاخضر بيديني لون اخضر تاني، فكده الموضوع هيبقى عكه قوي. حاسه ان حته يعني الجزء بتاع المناخير ده مش عاجبني، اكني يعني مش مدموج مش نازل كده. فهزود الفوشيا كده شويه بس. يعني انا مبسوطه لحد كده. هدمج بس الحته بتاعه الفوشيا دي وكده. انا نسيت البس لينسز، هنلبسها مع بعض مش مشكله. بس هروح بقى اظبط الدنيا وكده، وممكن اجيلكم باللوك الاخير يعني، عشان خلاص يعني ده مش توتوريال، احنا بنعمل ترند مع بعض. اوكي لبست اللينسز والحمد لله مفيش حاجه باظت ولا اي حاجه. يلا بينا بقى نشيل ونشوف لحظه الحقيقه. يعني يا بهدلنا الدنيا يا ما بهدلناش. ايه ده؟ الله جميع حواجبي بقى انا يعني ربنا يستر، عشان يعني مش عارفه، اتمنى بشرتي الدهنيه تكون قامت بدورها كبشره دهنيه. الله 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 بجد والله العظيم. يعني اللحظه الوحيده اللي حبيت فيها كوني بشره دهنيه، ولا
شعرايه طلعت في التيب. الحمد لله الحمد لله. شايفين حواجبي؟ شايفين حواجبي باينه في التيب، بس الحمد لله مفيش ولا شعرايه حقيقي. شايفين البشره الدهنيه؟ شايفين؟ هروح بقى اظبط الدنيا واشيل الحاجات دي وهرجع لكم بالفاينل لوكس. جماعه انتوا مش جاهزين للي انتوا هتشوفوه دلوقتي. احي يا جماعه، انا كنت حاسه ان انا عكه الدنيا في الاول بجد. انا مبسوطه. قولوا لي ايه رايكم في الكومنتس، ولو عندكم اي كومنت اكتبوا لي في الكومنتات، وقولوا لي عايزين اعمل لوكات ايه تانية. باي باي.